السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيت نشارك معكم هاد الميني فلوغ ديال الصباح. غادي نشارك معكم الفطور ديال اللي كندير البنات. عندي هنا جوج ديال البيضات. ايوا البنات كنا شويه نهضروا نبدلوا شويه الجو. ايوا البنات كيدوزتوا هاد الاجواء ديال البرد، صراحه الناس بزاف مرادوا مع هاد البرد. البنات الصراحه مرض بزاف، يعني الدواء سبحان الله ما كيصدقش. اي حاجه درناها ما كيصدقش سبحان الله. المهم البنات انا غادي ندير الفطور ديال الطوست بالجبن بالفرماج والكاشير. ندير هاد الطوست ديال شويه ديال الزرع. فطور ساهل البنات وديال الصباح. عارفين نهار السبت ولا الحد نادم كيعجبوها كيبدل شويه. وصراحه يعني الانسان فوقاش كيكون عنده وليدات احسن يبدلوا لهم شويه هكا في السبت ولا في الحد باش يزيدوا ياكلوا. هما البنات غندير معكم هاد الطوست. ان شاء الله يعجبكم هاد الفيديو البنات. والله الا البنات بشحال هادي ما حطيت شي فيديو غير مع المرض. ان شاء الله دخلوا القناه ديالي تشجعوني، حيت القناه مسكينه طايحه في هاد الوقت، غير التفاهات اللي كيتمشاو. ومن هذا الفيديو بغيت نقول للناس بعض النوع ديال الناس للاسف ما كيحشموش. كتكون عندهم معزه، كيكون حدا متوفى من العائله ديالهم وكيمشي كيديروا معهم فيديو، ولا مشاو عند شي حد يعزوه كيديروا معاه الفيديو على قبل المشاهدات على قبل ادسنس. كنقول لكم من هذا الفيديو حسبي الله ونعم الوكيل من هذا النوع ديال البشر. حيت يعني حتى انسان مسكين كيكون يعني كيكون مخروق على والديه ولا على عائلته، وهو كيمشي كيدير معاه الفيديو كيحاول يصور معاه كيونسوا يعني بواحد الطريقه اللي هي صراحه للاسف ما كتشرفش يعني حقيقه. وبحال هاد النوع ديال الناس الله يستر فلوس يخرجوا عليهم وبزاف. يعني انسان يمشي يعزي يدير الاجر، يمشي يهضر بكلام طيب بلا تليفون بلا والو، ولكن للاسف الناس اللي كاينين في هذا الوقت غير على قبل المصالح ديالهم، على قبل الوسخ ديال الدنيا. هذا الشيء اللي البنات. المهم البنات انا درت الكاشير والفرن. المهم البنات ساليت الطوست كما كتشوفوا ان شاء الله يعني فيه خير وبركه. غادي نغطسوا في البيض وعاد نديروها على دابا نعمر اتاي البنات، اتاي ثم اتاي. غادي نشارك معكم اتاي. صراحه البنات اتاي يعني عادي في هذا البرد البنات، غير شي حاجه اللي كتكون سخونه اللي كتكون يعني كتعاونك هكا في باش شويه ما تبقاش كتكحي، ما تبقاش. ندير اتاي كما كتشوفوا البنات كيعجبني انا اتاي يكون مشحر يعني يكون معده. والسكر البنات، السكر ثم السكر. والله تعرفوا البنات فوقاش مرض، تعرفوا صافي الانسان فوقاش كيمرض صافي ما كتكون عنده الكانه ديال الماكله، ما كتكون عنده ياكل حتى شي حاجه البنات. والله البنات نقصت الوزن يعني بلا يعني بلا حتى شي حاجه، بلا ريجيم بلا صيام متقطع. والله البنات نقصت يعني غير هكا بالمرض، يعني ما كناكلوش والشهيه ديال الماكله ما عندناش. والله راه نقصت غير هكاك. دابا فوقاش ولينا شويه مزيان، رجعنا عاود الحلويات رجعنا. والله صراحه الانسان خصو ينقص شويه. المهم البنات غادي ندير هنا المقله باش ندير هاد الطوست كما كتشوفوا هنا. نتمنى البنات يعجبكم هذا الفلوق بسيط غير ديال الفطور، ومنها ندردشوا شويه نهضروا شويه. كما قلت لكم البنات للاسف بعض القنوات يعني ما كيحشموش ولا ما كيحشموا البنات في هذا الوقت اللي حنا فيه. الانسان كيدير اي حاجه باش يطلع القناه ديالو، ولكن الناس اللي الشرفاء اللي كيحترموا عائله ديالهم، اللي كيحترموا الجيران ديالهم، كيحترموا المتتبعين ديالهم، يعني ماشي اي حاجه يديروها باش على قبل المشاهده. يعني حقيقه حيت هذاك الشيء كلشي غادي يكمل، كلشي غادي يفوت، ولكن تبقى كما نقولوا تبقى ذكرى في الحياه ديال الانسان حياته كامله. يكون عنده وليدات يشوفوا
اي حاجه اللي داروا والديهم قبل، ولكن للاسف شكون اللي غادي يفهم هذا الشيء؟ غير الناس اللي بعقل ديالهم. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم البنات. المهم البنات غادي نرجع لكم نجيب الزيت ونرجع. المهم البنات جبت انا الزبده، غندير شويه ديال الزبده ولا الزيت، انا كتعجبني الزبده كتعطي هذاك اللوين الذهبي. وهنا البنات اتاي ديالي دابا كما كتشوفوا كنحاول نشارك معكم هكا فلوق غير بسيط. صافي غادي ندير النعناع حتى الشيبه عندنا، ولكن سبحان الله البنات ما فيها بو المذاق ديال يعني ديال بلجيكا، المذاق ديالها بس لا يعني ما فيها بو شي مذاق هكا زوين. صافي البنات اتاي ديالي وجد، دابا ننتقلوا للطوست. المهم البنات انا جبت هكا الزبده غادي هكا نديرها بحال هاد الطريقه، وغادي نجيب الطوست كما كتشوفوا البنات. كنجيب هذا هكا الاول كنغطسو مزيان، عاد كنقلبو كما كتشوفوا البنات. تقدروا تعملوه باي حاجه، يعني ماشي ضروري ديروا الفرماج، ديروا يعني ديروا اي حاجه ديروا، خصيصا الوليدات هكا صراحه كيعجبهم هكا، مابقاش كيلقاو هكا الخبز محمر. صافي البنات انا غادي نجيبو ونحطو كما كتشوفوا، نحاول نقادو. وهذا البيض اللي بقى ليا البنات يعني ما غاديش نرميه، يعني غادي نحاول نغطس به كامل، والفرماج غادي يذوب. صافي غادي نخلي واحد الكميه فوقاش نقلبو، غادي نزيدوه من الفوق كما كتشوفوا البنات. واش الفطور ديالنا موجود، يعني انسان كل مره شنو كيتشهى، كل مره شنو انسان اللي عنده في دارو. ماشي ضروري الانسان يطبق كلشي اللي يديروا الناس باش ياكل يفطر. الانسان يدير حاجه بسيطه وفي نفس الوقت يعني زوينه وكتشبع. المهم البنات نخلي الطوست ديالي يتحمر ونرجع لكم ان شاء الله. جازتكم البنات هاد الطوست ديالي يعني قلبته على 2 المرات ودرت هذاك البيض اللي بقى ليا. دابا غادي نديرو اخر ملحه صافي نخليه على هذا الجنب، وصافي غادي نحدو غادي يكون ساله. في نفس الوقت البنات غنشارك معكم واحد الخلطه ديالي كنديرها كتمشى مع اي حاجه خصيصا للفطور البنات، الصراحه كتجي واعره البنات. عندي هنا هاد المطيشه صوغي هذه الصغيره، ندير شويه ديال الزيتون بلا العظم ديالو، ندير راس الثومه محكوكه وشويه ديال القزبور وزيت الزيتون. الصراحه البنات كتجي واعره هكا الفطور، كتجي زوينه بنينه البنات. صافي البنات غادي نخليها الطوست حتى يتحمر من هذه الجهه حتى صافي طاب الفرماج داب. وصافي ان شاء الله نرجع نشارك معكم هاد الخلطه اللي غادي ندير. البنات رجعت عندكم حيت الطوست، دابا غادي ندير معكم هاد الخلطه. اول حاجه غادي ندير البنات زيت الزيتون نفس المقله البنات، وغادي نضيف الثومه كما كتشوفوا الزيتون كيجيو البنات صراحه واعر. دابا البنات نخليوها. شوفوا البنات هما الزيتونات والمطيشات وهاد الطوست البنات صراحه كيجي واعر البنات. شوفوا كيف كيجي لذيذ ومحمر ومع هاد الزيتون. وهنا البنات غادي نجيبوا لاتاي. شوفوا الاتاي ديالي. صافي البنات بالصحه فطوركم.